في يوم واحد مات الرئيس اللي هز الشرق الأوسط، لكن اللي حصل بعد كده كان أخطر من الموت نفسه. مين المستفيد من رحيله فجأة؟ والأسرار لسه مخفية في الظل. 28 سبتمبر 1970 وفاة مفاجئة للرئيس جمال عبد الناصر. التشخيص الرسمي أزمة قلبية، لكن الحقيقة مش بس في القلب، الحقيقة في المصالح اللي حوالين الشخص ده. أول طرف وكالة المخابرات المركزية. عبد الناصر كان رمز المشروع معادي للنفوذ الأمريكي في المنطقة، تأميم قناة السويس وتقارب مع الاتحاد السوفيتي ودعم الحركات تحرر. هل ده كان يخليه هدف؟ التاريخ مليان أمثلة، لكن مفيش دليل مباشر هنا. الطرف الثاني الموساد، عدو مباشر بعد هزيمة 67، قائد بيحاول يعيد ترتيب الجيش ويستعد لجولة جديدة. هل كان في مصلحة لإسرائيل إن ناصر يختفي؟ ممكن، بس برضو مفيش دليل رسمي. الطرف الثالث الصراعات الداخلية، تحالفات، خلافات، ومراكز قوة تتحرك في صمت. ممكن يكون في طرف داخلي شاف إن النهاية دي تخدمه. التفاصيل الطبية لجمال عبد الناصر: مريض سكر، ضغط عالي، قلب مرهق، مدخن شره، وتحت ضغط سياسي خانق. يعني الموت الطبيعي احتمال قوي جدا، لكن غياب التحقيق والشفافية خلى كل سيناريو حي لحد دلوقتي. تفاصيل صغيرة مقلقة، مفيش تقرير سموم معلن، مفيش تحقيق مفتوح، ولا إجابة حاسمة. في النهاية مش هنقول اتقتل ومش هنأكد انه مات طبيعي، لكن السؤال الأهم: لو زعيم بحجم جمال عبد الناصر اختفى فجأة في توقيت حساس، هل ده مجرد قدر ولا تقاطع مصالح خلى اللحظة دي تحصل؟ والحقيقة لسه بتتوارى في الظل.